اساتذه ان لديهم قدرات رياضيه كي يصبحوا بطلا عالميا. اذ كان يحضر المره الاولى في سباقات على الريفي في الالعاب المدرسيه وعلى الصعيد المحلي. بعدها فاز بسباقات في العاب الريفي في مدن عده الصويره وعكادير وتربيان ومراكش. مكن هنالك من التعرف على ابطال المغاربه بالرغم من القله الذاتيه وبعد مراكز التكوين والتدريب عن مدينه تزنيت، حيث عانى كثيرا اثناء الانتقال الى الرباط والدار البيضاء والمراكش للمشاركه في المسابقات الوطنيه. في سنه 1993 انتقل الى المانيا رفقه زوجته، وكان حينئذ لا كانت في اللغه الالمانيه قط. اما الان فهو الذي يستقبل الوفود الرياضيه المغربيه التي تزور المانيا بعد اثقاله للغه الالمانيه بجهده الشخصي. بعد مشاركته هناك في عده مسابقات في العاب الريفي واحتلاله المراكز الاولى، اتصلت به مجموعه من الانديه الرياضيه الالمانيه، خاصه عند حصوله بالمركز الاول مع فريق لا كولفورت في بطولتي الماراثون ونصف الماراثون عام 2001 و2002. الان اصبح مدربا للشبان بعد تعاقد مع احدى الانديه الشبابيه الالمانيه، وكله امل واماني للنهوض برياضه الالعاب النظام في مسقط راسه بتزنيت، حيث ساهم في تنظيم سباق على الطريق قبل سنتين بمشاركه فريق من الشبان الالمان الصناعيه بمدينه تزنيت. انه الشاب البطل الحبيب علي مقشر، فليتفضل مشكورا. وكان املي ان يحضر من بين المكرمين العنصر النسبي، ولكن يعني بعد معاناه لم افلح في الحصول على اسم، ولكن كل املي ان شاء الله في السنه المقبله كما تكون سنه حميده ان يكون المناصفه من بين المكرمين ان شاء الله بالتعاون مع الجميع، لان هذا حفل اقليم، حفل سنه تزنيت، حفل وطن، ليس حفل جنوبيه السبب فقط. نتمنى للجميع التوفيق، وكنشكروا الاخوان الذين حضروا من مسافات بعيده، مدن عده، دار البيضاء، الرباط، فرنسا، مجموعه من الدول خارج الوطن. وسناخذ صوره تذكاريه فقط. قبل الصوره التذكاريه سيكون ان شاء الله موجود غدا للجميع في مركز الانهلال. الاخوان الذين انجزوا العروض يتفضلوا معنا، ياخذوا دافيد الاخوان بغير الصوره التذكاريه يتفضلوا معنا الصحافه الاعلاميين، باش هذا حفل ديال الجامع ديال الاقليم. كنرحبوا بواحد الصحفي جا من الدار البيضاء انه حسن ابو نظيف، تفضل معنا. أدعى السفر والحضور في هذا الحفل، هذا دليل على أنه يقدر هذا الإقليم ويقدر أبناء هذا الإقليم. قوم معنا السفر. Since
كيشهدوا بها الدول كلهم باللي راه الارض ديال الامان ديال الامن وديال الاستقرار دائم سميتو الاستقرار ديالو والامن ديالو بفضل جلاله الملك السادس رحمه الله. ودابا العالم كله كيشهد والشهادات بيناتهم راه كيجيو يديروا الاستثمارات. راه عندنا في الميدان الطيران، عندنا في السيارات، السكك الحديثيه في المغرب بالمناسبه اللي راه هو اول بلد عربي واسلامي اللي عنده طيران جرون فيتاس ديال تي جي دار البيضاء الى طنجه في ظرف ساعه و45 دقيقه. بالمناسبة السيد اليوم كنظموا هذا النشاط اللي هو بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر. كنعاودوا يا سيدي الله يحفظك. النشاط اللي نظمناه اليوم اللي هو بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر فيه شقين، فيه ندوة وطنية حول موضوع المغاربة في الخارج وفرص الاستثمار والتنمية داخل الوطن. تتطرق الأساتذة الباحثين إلى مجموعة من القضايا مرتبطة بالاستثمار ومرتبطة بصفة عامة بمشاكل المهاجرين داخل الوطن وخارجه. ثم الشق الثاني اللي هو الحفل، هو بالمناسبة مبادرة نوعية في الإقليم، بل أقول صاعد جهات الاستدراع اللي استطعنا نكرموا في هذه المناسبة ديال المهاجر 8 ديال المهاجرين فيهم الناس المتقاعدين فيهم يشتغلون في ديار الغرب. وهؤلاء المكرمين ليس أناس عاديين وإنما ناس قدموا خدمات جليلة للوطن في جميع المجالات الاقتصادية والفنية والرياضية والسياسية. هذا إعداء دولي القوى اللي هو كيسير مركز الشباب بألمانيا. إذا هذه المناسبة هذه سنة، هذه الدورة الأولى سنة حامدة نتمنى تتكرر. وأنا كما قلت في القاعة أنه السنة المقبلة سنقدم نفس النشاط ولكن بشكل احترافي إن شاء الله، وسيكون إن شاء الله سيعجب الجميع وأتمنى التوفيق. الندوة التي انعقدت هذا اليوم ندوة وطنية حول موضوع المهاجرين والاستثمار بأرض الوطن. هو موضوع مهم للغاية بالنسبة أولا إلى العدد الهائل من أبناء المغرب يشتغلون خارج البلاد ويتجهوا إلى عدد من السكان. ثانيا الدور الاقتصادي والاستثماري الهام لهؤلاء المهاجرين، فالتحويلات ديالهم تقريبا تجاوز 5600 مليار سنتيم خلال سنة 2012. ثالثا لأن هؤلاء المهاجرين تيجيو خلال الصيف تكون عندهم واحد الأعداد ديال المشاكل وأعداد ديال الإشكاليات تتعرض لهم في قضاء مآربهم خلال مختلف الدول خاصة في الجمهورية أننا نوصلوا لهم ونوجدوا لهم الحلول لهذه المشاكل، سواء المشاكل على المستوى القانوني، مشاكل على مستوى الاستثمار. هو رغم ماشي استثمار تيدخل الأموال ديالهم ولكن ما كيبقاوش يتجاوب بالشكل المطلوب من طرف الإمارات. فنطلب أن الإمارات تكون في خدمة المواطن وتكون بالطرف الأولى في خدمة المهاجرين. النقطة الثالثة أن هؤلاء المهاجرين اللي كنا كنعرفوا في زمان دابا هما المهاجرين المهاجرين اللي متخصصة الدنيا وهذا النوع هذه الكفاءة تقدير خاصة الاستفادة. ما يمكنش حنا نطوروا أوتو مش نستفدوا ولذا خاص تعطي تحفيزات حقيقية سواء على المستوى المعنوي على المستوى المادي تحترم الكرامة ديالهم في الأمنيات ديالهم، تحفيزات مادية باش يندمجوا ويجلسوا في القرن الوطني. وأيضا الناس اللي تكون خاصهم يحفزوهم باش يحلوا باش هذه الكفاءات وهذه الطاقات وهذا الإبداع اللي عندهم يستقبلوا من الوطن ديالهم. هذا هو المحور الرئيسي والأساس ديالهم. نحضروا معنا الأساتذة ديال الجامعية، نحضروا معنا متخصصين يهتمون بقضايا الهجرة، نحضروا معنا الناس ديال القضاة